الجبنة الكريمي بقت غالية جدا. تعالي اقولك بقى على طريقة هتخليكي تعملي الجبنة الكريمي في البيت ومش هيكلفك حاجة. طبعا حاجاتها موجودة عندنا في البيت على طول، وكمان صحية. هتنفع كمان للدايت، لو انتي عاملة دايت هتبقى حلوة جدا، لان حتى الدهون اللي فيها دهون طبيعية مش نباتية، ودهون المهدرجة الضارة. عندي هنا 350 من جبنة القريش. وطبعا جبنة القريش احنا عملناها قبل كده في القناة، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. ضفت عليها ربع كوباية من اللبن حوالي 100 ملي، وضفت رشة صغيرة من الملح، وهبتدي اضربها حلو خالص بالهاند بلندر. افضل ما اضربها كده لغاية ما عندي تبقى ناعمة خالص كده وكريمي بالشكل ده. ممكن برضو لو ما عنديش هاند بلندر ممكن نضربها في الخلاط او في الكبة. بضيف بقى حوالي ربع كوباية من زيت نباتي يكون حلو. طبعا بلاش نستخدم زيت التموين، ممكن نستخدم زيت ذرة او زيت عباد بيبقى حلو. هضيف عندي نقطة من اللون صناعي، هو بس خاص بالطعام مش مضر يعني. بعد كده بضيف برضو حوالي ربع كوباية من الزبدة، وبضربهم كويس. بسيح الزبدة وبعدين بحطها على الخليط واضربه كويس. عندي هنا بدت تتقل كده شوية، وطبعا لما تتحط في التلاجة هتتقل اكتر. هبتدي بقى اجيب كوبايات بقى. حبيت بقى اجيب كوبايات زي الجبنة اللي بتتباع في الكوبايات. كان عندي الكوبايات اللي كان مكتوب عليها نيدو، حطيت فيها الجبنة وحطيتهم في التلاجة. عندي هنا قبل ما احطها في التلاجة تعتبر تقيلة وحلوة، اما تدخل التلاجة كمان هتتقل اكتر. ده كده بعد ما حطيتها في التلاجة حوالي ساعتين تمسكت اكتر. وكل ما بتقعد في التلاجة كل ما بتبقى تمسك، يعني تاني يوم هتلاقيها اتقل من كده كمان. طلع جميلة جدا، وممكن بقى ناكلها مع التوست. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وياريت تشرفوني على الصفحة cooking with هايدي، واتمنى ان انتوا تتابعوني وتعملوا لي كومنتات تشجعني ان انا اعمل لكم حاجات جديدة. باي باي.